طيب بمناسبه الصفقات، امبارح كنا انفردنا مع حضراتكم ان يوسف بالعمري واحد من ابرز واهم الاسماء اللي محطوطه على طاوله اداره الكره بالنادي الاهلي تدعيم مركز الباك الشمال. الخبر عندنا ومتاكدين منه وخبر موثق، بس قلنا برضو نزيد من الشعر بيت، فتواصلنا مع مسؤول التواصل بنادي الرجاء المغربي استاذ زين الدين العالمي، سوري انا اسف، عز الدين العالمي، عشان برضو نطبق مع المعلومه اللي عندنا ونتاكد منها. وفي الفعل اكد لنا المعلومه وقال لنا ان في تواصل من بعض الوكلاء بخصوص يوسف بالعمري، وقال انه كافه الاحتمالات مطروحه. احنا بنحاول نتواصل مع يوسف ان هو يجدد تعاقده مع الرجاء، بس هو حتى الان لسه مش موافق، عنده عروض كتيره، في اتصالات من جانب الاهلي، كافه الاحتمالات مطروحه انه يبقى ويجدد مع الرجاء، انه يسافر الى احدى التجارب الخليجيه في قطر او في السعوديه او في الامارات، انه يرحل الى النادي الاهلي. ولكن بالفعل هناك تواصل مع اداره الرجاء فيما يخص يوسف بالعمري كواحد من اهم الاسماء العربيه في مركز الباك الشمال، باك شمال دولي الاهلي حطه على راس قائمه من اللاعبين والبدايل اللي يدعم بيها صفوفه، وتحديدا في مركز الباك الشمال.